أعزائي المتتبعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في فيديو جديد مع مجموعة من الأمثال مع بيان معانيها. المثل الأول: اللي حرت الجمل دكو. هذا المثل يضرب لما يتم القيام بشي عمل كيبان على أنه ليس على الوجه المطلوب، وبالتالي ينبغي إعادة العمل من البداية، كمن يحرث أرضه بجمل مثلا، وعندما ينتهي من الحرث يعود الجمل إلى الحقل المحروث فيدكه بحوافره، فيتم إعادة الحرث من جديد. غير خلي ذاك الجمل بارك. يقال هذا المثل في سياق الحديث عن بعض الأمور التي تكون تخفي مشاكل أو أشياء محزنة، فيطلب من السائل ألا يبحث في خفاياها وأن لا يسأل عنها لكي لا تجلب له الهموم والأحزان، أو ربما تحيي المواجع في نفس سامعها وراويها معا. مثل آخر يقول: المزوق من برا أشخبارك من داخل، أي على المرء أن لا ينخدع بالمظهر، فالمظاهر كما نقول خداعة، ولكن عليه أن لا ينسى ما يمكن أن يكون بداخل الشيء أو الشخص من عيوب ونواقص رغم مظهره البراق. فيه غير النفاق والزواق. يقال في من يخدع بمظهره الخارجي وهو ينطوي على نفس خبيثة تطعنك من الخلف بالشتم والنميمة، وفي حضورك يقوم بمدحك ويعلي من قدرك إلى آخره، يعني أنه عنده جوج وجوه، وذو الوجهين ليس وجيها عند الله كما جاء في الحديث الشريف. أنا أعطيته العود باش يخور لي عيني. يضرب هذا المثل ممن جنى على نفسه، مثلا كأن يجعل شخصا غير ذي مروءة يسبب له الأضرار بسبب نصيحة أو رأي أو غيره أعطاه إياه. وفي نفس المعنى هناك مثل آخر يقول: أنا مشدق الفم هو بالعود العيني. وهناك أمثال أخرى تقترب من نفس المعنى، يعني أنا أعطيت العود باش يخور العينيك. نقول أيضا: اللي فرط يكرط، واللي عمل الذنب يستاهل العقوبة، واللي ضربه يده ما يبكي، إلى آخره من الأمثال. مثل مشهور يقول: محس بالمزود غير اللي مضرب به، أو ما حس بالمزود غير اللي مخبوط به. المزود عبارة عن قطعة من جلد الحيوانات، الماعز مثلا أو الأبقار أو الأغنام، كانوا يخاطوا ويتم حشوه، يعني يتعمر بأشياء خفيفة من كقطع الثوب أو الصوف أو غيرها. وجاء المثل، يعني أصل المثل، من حكاية أن رجلا كان يضرب امرأته بالمزود، أو ربما كان يمازحها، وكان نسي أنه وضع حجر التيمم بداخل المزود، فكانت تصيح إلى درجة أن سمعها الجيران فجاءوا مسرعين، فلما رأوا أن الرجل يضرب امرأته بالمزود تعجبوا من المرأة وسألوا ضاحكين: واش المزود كيقصح؟ وهم يجهلون طبعا أن الرجل كان نسي أنه وضع حجر التيمم بداخل المزود. فأجابتهم مسكينة وهي تبكي من شدة الألم: وما حس بالمزود غير اللي مضروب به. وهكذا صار هذا المثل يضرب للتعبير على أن الألم أو الحزن الذي يشعر به الشخص لسبب من الأسباب لا يمكن أن يشعر به غيره كما يحس به هو. مثل مشهور آخر يقول: ما قدهم فيل زادوه فيلة. تقول الحكاية أن حاكم قبيلة، حاكم مستبد، أهدي له فيل، فأمر القبيلة لتتكلف به، وهكذا صار هذا الفيل يعبث بمزرعة أبناء القبيلة، مما جعلهم يضجرون ويقررون في الأخير الذهاب عند الحاكم ليطلبون منه إعادة النظر في هذا القرار الذي كلفهم الكثير، فعينوا ممثلا عنهم أو نائبا عنهم ليتحدث نيابة عنهم إلى الحاكم. وعند استقباله من طرف هذا الحاكم سألهم عن سبب الزيارة، فأجابه ممثل القبيلة: الفيل سيدي الحاكم
قال له: من الفيل؟ فأجابه الرجل: الفيل مولاي. فصاح الحاكم: ما مشكلة الفيل؟ تكلم. فأجابه النائب عن القبيلة مرعوبا: الفيل خصو فيلة مولاي. وهكذا، فبدل أن تتخلص القبيلة من الفيل، زادهم الحاكم فيلة بسبب سذاجتهم وخوفهم. فأصبح هذا المثل يضرب في سياق من كثرت مشاكله وهمومه، فيزيدونه مشكلة أو مشاكل أخرى على مشاكله، فيقال مثلا: ما قدوا فيل زادوا فيلة. أيما دبابة بالفلوس دي زمان والعكل بكر الدابة. هكذا ينطق اليهود المغاربة كلمة العقل فيقولون العكل، وكانوا يطلقون هذا المثل للتعبير عن الأسف على ما بذره الشخص من مال أيام كان غنيا في ساعة الزهو، ويتحسر على ذلك متمنيا لو بقيت له تلك الأموال عندما نضج عقله ليستثمرها فيما هو أنفع له. ويقابل هذا المثل عند المغاربة مثلين: واحد يقول: أمصاب على فلوس زمان والعقل ديال دابا، وآخر يقول: أمصاب على الصحة ديال بكري والعقل ديال دابا. أتمنى أن تنالوا هذه الأمثال ومعانيها استحسانكم، وأشكركم جزيل الشكر على المتابعة، وإلى اللقاء بحول الله مع أمثال أخرى مع بيان معانيها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.